التومية بتاعة المحلات الكبيرة وبتاعة أفخم المحلات، هنعملها في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. انا سماح احمد، والنهاردة بقى هنعمل مع بعض التومية بطريقة سهلة جدا جدا واقتصادية جدا جدا، زي المحلات الكبيرة والفخمة واحلى كمان. بس هنعملها في بيتنا بمكونات موجودة في البيت، مش هنشتري حاجة من بره، ومكونات اقتصادية جدا ومش مكلفة خالص. بس يلا، قبل أي حاجة نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لي اللايك والشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد، وتفعلوا زر الجرس. يلا يا حبايبي نشوف طريقتنا البسيطة والاقتصادية. أول حاجة يا حبايبي هحضر الحلة بتاعتنا أو الكزرونة، وأصب فيها كوباية مية، كوباية مية من الحنفية، واحط عليهم معلقتين ونص نشا، معلقتين كبار ونص نشا، ونقلبهم على البارد زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. نقلب على البارد وبعد كده نرفعها على النار. أظن مفيش أسهل من كده. وطول ما هي على النار نفضل نقلب فيها عشان ما تتحرقش مننا ولا تلزق. التومية دي بتبقى لذيذة جدا مع السندوتشات السوري، او مع الكريبات، او مع الفراخ المشوية، مع حاجات كتير قوي بتبقى جميلة جدا. نفضل نقلب كده زي ما حضراتكم كده شايفين لحد لما النشا تبيض وتبقى زي البنورة كده. بصوا، نفضل نقلب طول ما النشا بتبيض معانا كده، طول ما طعم النشا بيروح منها، تبقى من غير طعم. نفضل نقلبها. بصوا بتبيض معانا ازاي، اللون الابيض ده بيروح وبيتغير لونها زي ما حضراتكم كده شايفين، تبقى شفافة. معنى كده معنى ان النشا هتبقى من غير طعم خالص. احنا عايزينها من غير طعم، يعني من غير طعم النشا. بص القوام بتاعها احنا عايزينه كده. نفضل نقلب زي ما حضراتكم كده شايفين. وبعد كده بقى سيبناها على جنب تبرد. قفلت عليها النار وسبتها بقى تبرد بعد ما وصلت للقوام اللي حضراتكم شفتوه كده. بعد كده اجيب بقى الخلاط بتاعنا واحط فيه معلقة توم، حوالي 5 فصوص توم مفرومة او مدقوقة كويس، وربع كوباية زيت، يعني 3 معالق كبار زيت. بصوا بقى، مكونات بسيطة جدا. و3 معالق كبار لبن او ربع كوباية لبن. ونحط بقى 3 معالق كبار زبادي او علبة زبادي صغيرة، ومعلقتين كبار خل. سهلة جدا، صح ولا غلط؟ ونحط الملح بتاعنا. انا حطيت معلقة صغيرة ملح، انتوا طبعا هتحطوا الملح حسب الرغبة بتاعتكم. وضربتهم في الخلاط لحد ما بقوا ابيض بالشكل ده. بعد كده هنزل بقى بالنشا. بصوا النشا هننزل بيها في الخلاط على المكونات اللي احنا لسه ضاربينها دي. تبقى احلى تومية، صدقوني هتعملوها هتبقى احلى من بتاعة بره بكتير جدا. وبتبقى تحفة في السندوتشات السوري وفي الكريب، ومع اي حاجة مشوية، مع بطاطس محمرة، جميلة جدا جدا جدا. انا كده نزلت بالنشا بعد ما بردت وضربتها في الخلاط بالشكل ده. وبعد ما خلصناها بصوا بقى القوام بتاعها تحفة بجد، وطعمها يعجبكم جدا. اتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. بعد ما خلصنا كده التومية بتاعتنا نصبها بقى في البولة بتاعتنا او في الطبق او في كوباية. بصوا القوام بتاعها جميل جدا جدا جدا. لو حسيتوا ان هو تقل معاكم ممكن تزودوه شوية لبن. بصوا، هو ده القوام المظبوط والطعم بقى المظبوط. لما تجربوها هتعرفوا طعمها ان هو جميل قد ايه، احلى من بره بكتير. وادي كده طبقنا خلص،
وأتمنى إن الطريقة تكون عجبتكم، وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبتكم طريقتي وعجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم أي حاجة جديدة أعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.